تشوي يولين، ملكة الجليد الشهيرة للقوات الخاصة، عاشت حياة معقدة وشيقة. كانت قوية وبارعة ومتميزة في عملها، ولكن خلال حادث في إحدى مهماتها، تعرضت خيانة من زملائها في الفرقة. تلك الخيانة لم تكن مجرد خيانة بل تعبير عن الحسد والغيرة التي كانوا يشعرون بها تجاه مهاراتها الفذة. في إحدى المواقف المعقدة، تلقت تشوي يولين إطلاق نار مرتين مما أدى إلى وفاتها على الفور في ميدان المعركة. كانت لحظة مؤلمة ومأساوية، حيث انتهت حياتها بطريقة لم تكن تتوقعها أبداً. لكن القصص الغريبة لا تنتهي عند الموت. استيقظت تشوي يولين مرة أخرى، ولكن بمظهر جديد وحياة جديدة. وجدت نفسها في جسد امرأة أخرى تدعى السيدة عديمة الفائدة لعائلة رايس. كانت هذه الحياة الجديدة أكثر إزعاجاً، حيث كانت زوجة مستاءة أهملت من قبل زوجها، وكان ابنها أيضاً مهملاً. في أحد الأيام، دخل زوجها السابق بموقف متكبر وقال: إذا لم أكن مخطئة، فنحن مطلقون بالفعل. أنت تغزو منزلي حالياً، حبيبي السابق. وكانت تشوي يولين تجلس في نهاية الأريكة، ورفعت ذقنها بفخر وشموخ، وطي ساقيها. كان زوجها السابق مو تينغ فين يحاول إخفاء مشاعره وعروضه للصلح. قال لها: يمكننا الزواج مرة أخرى. بدت تشوي يولين غير متأثرة، وراوغت حاجبيها، ثم قامت بحركة درامية، ونشرت عدداً كبيراً من صور الرجال الوسيمين على الطاولة. قالت بابتسامة ساخرة: طفلي، كن ولداً طيباً، واختر شخص تريد أن يكون زوج أمك. حسناً. بعد هذه الحركة، تحول تعبير مو تينغ فينغ إلى الظلام والغيرة، حيث أدرك أن الأمر قد انتهى وأنه فقد ما كان له يوماً. حياة تشوي يولين الجديدة كانت مليئة بالإثارة والقصص الغامضة، حيث كانت تصميمها على استعادة السعادة وحياة مليئة بالاحترام هو ما يقودها إلى الأمام.